بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم في الفيديو ده ازاي نجمع المفتاح اللي قدامنا ده ونحدد العلاقات بحيث يدينا الحركة الواضحة في الصورة دي. فايل، نيو، اسمبلي. كل الملفات اللي هنشتغل عليها في الفيديو ده هتلاقيها في وصف الفيديو. نعمل براوز، نحدد الاربع بارتات دول ونعمل اوبن. ميت، نختار السطح ده مع السطح ده كونسنتريك اوكي. اسحب دي لورا واختار السطح ده مع السطح ده كونسنتريك اوكي. نختار السطح ده مع السطح ده كونسنتريك. نختار السطح ده والسطح ده كونسنتريك اوكي. نختار السطح ده مع السطح ده كونسنتريك والسطح ده ويا السطح ده كونسنتريك. نحرك الشكل بحيث تبقى السنون متداخلة. ميت، كلير. نختار السطح ده والسطح الجانبي ده تنجنت. ونختار السطح ده والسطح ده كونسنت. نفتح الميتس ونحدد آخر علاقتين، كليك يمين ونعمل سبريس، بمعنى إن إحنا هنعمل تجاهل للعلاقتين دول لفترة معينة بحيث أقدر أحسب أو أحدد المسافة بتاعت الفتحة بتاع المفتاح بشكل أدق. نفتح الإيفاليويت ومن ميجر نختار نقطة منتصف الخط ده وكذلك نقطة منتصف الخط ده. المسافة ما بينهم 34.5. نفتح الميت، كلير سيلكشن، نغلق الستاندرد ميتس ونفتح الادفانسد ميتس ونختار ديستانس. نختار السطح ده والسطح ده. نختار أقصى مسافة 34.5 وأقل مسافة 1 ملي. أوكي. نروح للميكانيكال ميتس ونختار راك بينيون. في الحالة دي الوضع المناسب راك ترافل ريفولوشن ونحددها 5 ملي ريفرس. طبعا المصطلحات دي بتبقى واضحة للناس اللي مجال دراستها خاص بالهندسة الميكانيكية. نختار السطح ده كراك والسطح ده كبنيو. اوكي. زي ما احنا ملاحظين بدأ الشكل يتحرك الحركة المطلوبة. وبكده يكون اتعلمنا أو اتدربنا على ازاي نعمل ميكانيكال ميتس باستخدام الراك بينيون وازاي نعمل ادفانسد ميت باستخدام الميت ديستانس.